لو بتدوري على أفكار فطار سريعة واقتصادية لآخر رمضان يبقى الفيديو ده معمول علشانك. النهاردة هنعمل منيو كامل من 7 وصفات بسيطة جدا، أكلات خفيفة، سندوتشات سهلة تنفع لأيام التعب والأيام اللي الوقت ضيق فيها. كلها وصفات سريعة وطعمها حكاية إن شاء الله. وبعتذر جدا عن الفترة اللي فاتت إني مكنتش قادرة أكون موجودة معاكم يعني، ولا بنزل فيديوهات، وده لأن عندي أزمة صحية صعبة شوية يعني. ادعوا لي ربنا يعديها معايا على خير. تعالوا بينا نقول أول وصفة هتكون إيه. وطبعا أنا معاكم هلا أبو بكر. يا ريت تعملوا الفيديو لايك وشير، وتعالوا نسمي الله كالعادة ونبدأ. سندوتشات الجمبري من أحلى وأسهل وأبسط السندوتشات اللي ممكن نعملها في فطار رمضان. سريعة بسيطة سهلة، طعمها بجد حكاية. تعالوا نبدأ كده بالتتبيلة اللي أبسط منها مش هيكون فيه إن شاء الله. في الكبة بتاعتي معلقة كبيرة من الثوم وعليها حزمة من الكزبرة. تمام. هحط كمان قرنين من الفلفل وكمان طماطمايه، ممكن تحطي فلفل حامي مفيش مشكلة. هحط بقى كمون، وهحط كمان بابريكا وشوية من الكزبرة. ولو عندك توابل سمك ممكن تحطيها في الخلطة دي، وطبعا شوية من الملح مش كتير، ندوق الملح وبعد كده نظبط الدنيا. هفرم بقى كل ده كده في الكبة فرم ناعم، وكده الخلطة بتاعت الجمبري عندي جاهزة. بالنسبة بقى للجمبري، أي نوع وأي حجم تفضلوه وتحبوه هاتوه. أهم حاجة ننضفه كويس من السلسلة الرملية اللي بتكون موجودة في الظهر. هنعصر كمان عصير ليمون على التتبيلة الحلوة دي. هنقلب الجمبري فيها، مش هسيبه فيها وقت طويل، يعني بالكتير قوي نص ساعة. تعالوا نشوف بقى الطبقة الخارجية. الدقيق عندي هحط عليه الكركم والكمون بس كده. قلبي كويس يا ست الكل، وهاتي بقى الجمبري بتاعك نحطه في الدقيق. وخدوا بالكم ان الجمبري هنا نزلت بيه شويه شويه، ما نزلتش بيه كله مره واحده. هاخد الشويه اللي انا نزلت بيهم اضغط عليهم كويس قوي في الدقيق بايدي كده، علشان الطبقه الخارجيه للدقيق تمسك في الجمبري. تمام تمام. طب هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي اخد بقى الشويه اللي تبلتهم، احطهم في السلك، منخل السلك او مصفى سلك، اي مصفى سلك، وابتدي اصفي الدقيق الزايد، انخل الدقيق الزايد. طيب هيتبقى عندي الجمبري بالطبقه الحلوه اللي عملتها للدقيق. لو حسيت ان في حته كده من الجمبري مش متغطيه زي ما انا عملت، انزلها تاني في الدقيق مفيش اي مشاكل، وابدا اكمل الكميه الباقيه بنفس الطريقه. يبقى انا هقسم الجمبري عندي على آه يعني ايه، شويه شويه. طيب انا كنت اصلا كميه الجمبري عندي كلها قد ايه؟ كانت نص كيلو. يعني هستخدم شويه شويه، اتبلهم، اصفي الزياده اللي فيهم بالدقيق كده بالمصفى السلك بتاعتي، وبعد كده اعمل الشويه اللي بعدهم بنفس الطريقه وبنفس الشكل لحد ما اخلص الكميه كلها، ايا كان الكميه اللي هتستخدميها قد ايه. عايزه اقول لك ان كميه النص كيلو ما شاء الله بتعمل لي 10 سندوتشات جمبري حلوين جدا، محترمين يعني، ما تستقلوش بيهم. طب تعالوا بقى للتسويه اللي هتفرق معانا جدا. ازاي طبقه الجمبري الخارجيه دي ما تفكش معايا؟ ده السر. الجمبري عندي خلاص اتبل، الزيت عندي سخن جدا. قبل ما انزل بالجمبري في الزيت مباشرة بديله رشة من المية بإيدي كده زي ما شفتوني، أو ببخاخة مية أرش الجمبري كله رشة واحدة وأنزله على طول في الزيت. أي طريقة من دول تمام. وقت التسوية بقى المطلوب لتسوية الجمبري، وهو مش أكتر من 5 دقايق يا جماعة. 5 دقايق بسيب الجمبري في الزيت السخن دوت بس كده، مش بقلبه ولا أي حاجة. 5 دقايق الجمبري هيبقى طالع معايا مستوي ولونه أصفر ذهبي تحفة كده، وكمان الطبقة الخارجية مش فكة على الجمبري ولا أي حاجة. طيب في حاجة كمان نعملها علشان الجمبري يفضل محتفظ كده بالطبق. نطلع الجمبري على اي شبكة عندنا في المطبخ. اوعوا تطلعوا الجمبري ابدا على مناديل المطبخ. ليه؟ لان المناديل احنا بنتوقع ان هي بتمتص الزيت يعني، وهي بالعكس بتمتص الزيت ولكن بتحفظه في الطبقة اللي تحت على طول. فنبص نلاقي الجمبري بايش من تحت والطبقة بايشة والجلدة كمان او القشرة كمان تفك. تمام. انما لو طالع على شبكة، اي شبكة يا جماعة، كلنا عندنا شوايات في البيت، ناخد الشبكة بتاعتها. الجمبري بيصفي الزيت بتاعه، ودي استخدموها في اي مقليات يعني. جربوا تعملوها في البانيه، جربوا تعملوها في الجمبري، في الكبدة، حتى البانيه. اي حاجة من دي هتلاقوا بجد الطبقة الخارجية مقرمشة جدا تحفة، ماسكة فيها ما فكتش ولا باشت. ده علاج لأي حاجة عايزين تعملوها مقلية وما تلاقوش الطبقة الملامسة للمنديل بايشة وطالعة من الحاجة اللي احنا عاملينها يعني.
بس كده اظن ان احنا مش محتاجين اي حاجه بعد كده غير العيش البلدي الحلو بتاعنا والجمبري مع شويه بقدونس وشويه طحينه، حابين كمان شويه مخلل او شويه سلطه، وبالف هنا وشفا. عملنا سندوتشات الجمبري بطريقه بسيطه وسريعه جدا. عايزه اقول لكم يعني هي وجبه اقتصاديه ان احنا بنعملها في البيت. طبعا احنا عارفين سعر السندوتشات الجمبري او الجمبري بره بكام، فلما نعملها في البيت ان شاء الله هتكون وجبه اقتصاديه سريعه موفره جدا وحلوه جدا بالنسبه لوقتنا الضيق في رمضان. يلا بقى بينا تعالوا نشوف تاني وصفه معانا هتكون ايه النهارده في منيو السريع السهل ده. وبرضه هو هيكون سندوتشات، بس المرة دي بقى هنعمل مع بعض سندوتشات السجق البسيطة السهلة السريعة اللي كنا بنشتريها من بره. وزي ما قلت لحضراتكم أنا عايزة أعمل معاكم وصفات كلها سريعة بحيث إن احنا نوفر وقتنا في رمضان إن شاء الله. طاسة عندي على النار هتكون سخنة جدا، هبتدي أنزل بالسجق، وكل اللي أنا بعمله في السجق إن أنا بفصله عن بعضه مش أكتر، وطبعا بغسله قبل ما أفصله. تمام. هنزل بقى فيه بالطاسه كده او الطاسه على طول وهي سخنه. وطبعا انا هنا اكتشفت ان انا ما حطيتش اي ماده دهنيه، وده كان مش ناسي يعني، لا انا كنت قصدي اعمل كده اعتمادا على ان السجق هينزل نسبه دهون محترمه، فانا مش عايزه ازود نسبه الدهون. ولكن هو السجق ما نزلش في الاول كده، في اول 5 دقايق ما نزلش، فاضطريت ان انا احط قطعتين 3 من اللي عشان بس اشغل الطاسه عندي واشيلها بعد كده لما السجق يبتدي ينزل الدهون بتاعته. طب ليه انا حطيت؟ لان لاحظت ان السجق بدا يتحرق معايا من تحت، وانا مش عايزه كده، انا عايزاه ياخد اللون الذهبي الحلو الغامق ويتشوح معايا مش يتحرق. تمام. تقدروا مش عايزين تحطوا ليه، تقدروا تحطوا معلقه واحده بس من الزيت وتبداوا تشتغلوا زي ما عملنا بالظبط. هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين كده انا شلت الليه لان الطاسه خلاص سخنت واشتغلت معايا، والسجق عندي نزل الدهون اللي فيه تقريبا يعني بدا يشتغل. فخلاص كده تمام. هبتدي اقلب السجق على الناحيه التانيه، اشوف الناحيه اللي اخدت لون واقلب على الناحيه التانية على طول، واسيبه على الناحيه التانية لحد ما ياخد نفس اللون كله زي بعضه. يبقى انا كده شوحت السجق، وطبعا انا كده ببتدي بتسويه السجق. عايزه اقول لكم طاسه السجق سريعه جدا سهله، بس عايزه اقول لكم الاحلى من كده كمان طعمها مميز جدا يا جماعه. انا من الناس عموما اللي بحب اشوح السجق بس واكله كده، ولكن لما عملت الوصفه دي بالطريقه دي كان طعمها حلو جدا ومميز جدا، عجبتني بصراحه. طيب شوحنا السجق اخد كل اللون الذهبي الغامق، استوى عندي مثلا بنسبة 50%. يلا بقى نبتدي نطلع السجق بره في طبق جانبي لان هكمل بقية الوصفة في نفس الطاسة. تمام. طبعا عندي نسبة الدهون عندي كتيرة زي ما انتم شايفين كده، لو حابة تنزلي شوية من الدهون دي يعني تصفي شوية منها، ما تستخدمهاش كلها يعني يفضل يعني. هبتدي اخد بقى معلقه كبيره من الثوم المفروم احطها في الدهون اللي نزلت عندي او الماده الدهنيه اللي عندي، وابتدي اقلب. الثوم هنا ما اصفرش ولا حاجه، ولكن طبعا كلنا عارفين ان السجق بيبقى متبهر عندي ومتبل، ومن ضمن التوابل بتكون البابريكا، فطبيعي جدا حمرت عندي الثوم. خلاص بس هو طلع ريحه بس مش اكتر، لكن ما اصفرش. عندي بقى كمية الطماطم، وأنا هنا مستخدمة نص كيلو من الطماطم متقطعة مكعبات. تقدري تقللي في الكمية أو تكتري فيها على حسب انت عايزة الخلطة معاكي قد ايه. حطيت معلقة بابريكا، حطيت كمان شوية من الكزبرة والملح والفلفل الأسود. مش محتاجة أحط حاجة تاني، خلاص كده تمام. هقلب كده واسيب الخلطة عندي تتسبك وتقصر شوية، وبعد كده ابتدي اضيف فيها السجق. اخدتوا بالكم طبعا من السجقية الوحيدة المحروقة دي، ودي اللي خلتني اكتشفت ان الطاسه لازم يتحط لها ماده دهنيه، وما ينفعش استنى اكتر من كده علشان كان كله هيبقى نفس الشكل. تمام. سبته قد ايه في الخلطه دي؟ سبته حوالي كمان ربع ساعه يكون كمل تسويته 100%. السجق عندي استوى كده تمام جدا، نقدر ناكله كده. ولكن انا بحب اضيف عليه فلفل اخضر، بيخلي طعمه حلو جدا. فلفل اخضر بقى او فلفل حامي زي ما انتوا حابين. بصراحه انا بحب احط كمان الفلفل الحامي. وعادي يا جماعه لو عملنا الاكل سبايسي على الفطار مفيش مشاكل يعني، بما اننا ممكن ناكل كشري اصلا ويبقى سبايسي كده. طاسه السجق عندي جاهزه. العيش البلدي الحلو بتاعنا اللي هو تقريبا هيكون بطل معانا النهارده في المنيو بتاعنا، نحط فيه بقى السجق. عايزين نعمل سلطه طحينه، سلطه عاديه، بألف هنا وشفا عليكم. فطار سريع سهل بسيط، يلا بينا على الفطار اللي بعده. ويا سلام لو كان احلى طبق كشري من ايدك في البيت، تقدري تعمليه ببساطه وبسهوله وبمنتهى التوفير كمان. وعايزه اقولك شوفي تكتي في الكشري وان شاء الله هتقرري ان انت مش تاكلي كشري من بره ابدا وهتعمليه في البيت. يلا بينا. اول حاجه بعملها ان بحط شويه من الزيت، تكون كميه محترمه كده عشان هبدا احمر البصل. طب ليه الكميه دي كلها يا هاله في تحمير البصل؟ هقول لكم لان الكميه دي هي اللي هعتمد عليها
في عمل الكشري كله، يعني الزيت اللي هاخده في عمل الكشري كله هيكون من كمية الزيت دي اللي أنا باحمّر فيها البصل، بيدّي طعم للكشري يا جماعة في منتهى الروعة، بيودّي الكشري في حتة تانية. كل اللي أنا عملته إن أنا نزلت بالبصل وسِبته ياخد اللون الدهبي الغامق ده لحد ما خلّصت خلاص تمام، طلّعته بقى في طبق كده أفرده وأسيبه كده لوحده ياخد هوا من الجو علشان ينشف معايا وما يطرقش. لو في شبكة طبعًا نطلّع عليها يبقى أحسن. شِلت شوية من الزيت كده على جنب وخلّيت شوية أقل في الطاسة، عشان هابتدي أحمّر فيهم الشعرية لحد ما توصل للون الدهبي الحلو ده. هاكون مجهّزة الرز غسلاه مش ناقعاه، أنزل بقى على كمية الشعرية. بالنسبة هنا للكميات أنا مش باقول لكم كميات، كل واحد فينا بيحب يعمل الكشري بمزاجه، يعني في ناس بتحب تكتّر الرز والعدس والشعرية، في ناس تحب تكتّر المكرونة، فبراحتكم جدًا. تعالوا بقى نسلق العدس، والعدس هنا مغسول بس مش منقوع. غسلته كويس قوي، حطيته في الحله، غطيت عليه بالميه، مش بس غطيت عليه بالميه، لا هنزود الميه السيكه وهقول لكم ليه. هسيب العدس بقى يغلي، واول ما يغلي كده هبتدي اخد شويه من الميه بتاعته. انا هنا مش باخد العدس، طبعا العدس بيطلع معايا عشان كده انا حاطه المصفى هرجعه تاني، ولكن الهدف ان انا اخد شويه من الميه حوالي نص كوبايه كده. هقول لكم هعمل بيها ايه. الرز والشعرية متحمرين معايا، هانزل بقى على العدس بيهم ومش هازود مَيّة، أنا حاطة مَيّة كافية علشان لمّا أحط الرز والشعرية. هاحط كمان شوية من البصل اللي حمرتهم وفص من التوم، هاسيب العدس والرز يتشربوا وباحط لهم ملح فقط لا غير، ما باحطش كمون. أول ما يتشربوا هاهدّي عليه خالص النار واسيبه يستوي. تعالوا بقى بينا بشوية الزيت اللي إحنا خدناهم كده نشوف هنعمل إيه تاني. نعمل الصلصة طبعًا. الصلصة هنا بقى يعني اعتمدوها يا جماعة. شوية من زيت الكشري، هحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة من الكزبرة. بقلب كويس جدا مع بعض لحد ما اشم ريحة الثوم والكزبرة. اللون مش هيغير معايا لا خالص، اشم الريحة بس. انزل على طول بعصير الطماطم ايا كان الكمية اللي عندي. تمام، حابة تزودي الثوم والكزبرة شوية لو هتعملي كمية كتيرة من الطماطم مفيش مشكلة. ايه التوابل بقى اللي باحطها؟ هي معلقة من الكمون ومعلقة من الملح وشكرا، ما باحطش حاجة تاني. هسيب السلطة عندي تتسبك كده زي ما انتم شفتوا كده 3/4 تسبيكه، مش هخليها تقصر خالص. بالنسبه للمكرونه بقى هسلق المكرونه بتاعتي، وانا بستخدم بصراحه نوع حوا ده احسن نوع مش بغيره ابدا. بحط الاول المكرونه الصغيره المقصوصه يعني، او اي نوع مكرونه قبل الاسباجيتي، وبقطع الاسباجيتي صغيره كده علشان تبقى طالعه على طول في المعلقه سهله وبسيطه. بسوي المكرونه عندي بنسبه 70%، 3/4 سوا بس، واطفي عليها واصفيها. تمام. طب ليه؟ هقول لكم ليه. لا، عشان ما تعجنش، وعشان انا لسه هعمل فيها تكه حلوه كده هتخليها في حته تانية. شويه من الزيت بتاع البصل في الحله، وهنزل بمعلقه كبيره من الثوم وكمان معلقه كبيره من الكزبره، نفس اللي عملناه في الصلصه. هقلب لحد ما اشم ريحه بس. هنزل بقى عندي بالمكرونه. المكرونه بعد ما نزلتها من على النار شطفتها شطفه بسيطه جدا وحطيتها تاني في الحله. عايزه اقول لكم بقى طعم المكرونه هنا يا جماعه يتاكل لوحده، وجربوها وعلى ضمانتي. المكرونه هنا تتاكل نيه، قلبوها في الخلطه دي. عايزين تحطوا لها كمان شويه ملح، يا سلام هتبقى حاجه روعه. الرز والعدس عندي استووا ما شاء الله، مش معجن، مفلفل كده، حاجه في منتهى الجمال والروعه. المكرونه عندي اتسلقت 70% وقلبتها 5 دقايق مش اكتر في التتبيله الحلوه اللي انا عملتها اللي هي الثوم والزيت والكزبره. خلاص كده يلا بينا بقى نعمل الشطه عندي معلقه او معلقتين من الزيت، بحط عليهم معلقتين من الشطه، تكون طبعا شطه نوع كويس كده، اللي هي بتخلينا نكح ونعطس على طول دي. هبتدي بقى اسبكها على النار كده لحد ما اشم ريحتها تبقى نفاذه جدا يعني. هنزل بعد كده بقى بمعلقتين كبار من الميه، هقلب كويس الميه معاهم. اول ما تاخد كام غلوه كده هنزل كمان بمعلقتين من الصلصه، وبكده اكون عملت الشطه الزيت اللي عندي. سيبها تاخد كام غلوه وخلاص كده على جنب اطفي عليها. اما بالنسبه بقى للميه اللي اخدتها من العدس، هي اللي هعمل بيها الدقه. اقدر اخد ميه الحمص او العدس، احط فيها معلقه من الثوم المفروم، كمان معلقه خل، وعصير نص ليمونه، وكزبره وكمون وملح، وبس كده. بقلب كويس قوي، والليمون طبعا. بقلب كويس قوي بكده الدقه عندي تكون جاهزه، وبعتذر ان الجزء ده ما اتصورش. يلا بقى بينا نغرف طبق الكشري اللي مفيش غنى عنه. حاجه يا جماعه في منتهى الروعه والجمال. انا من الناس اللي لو هاكل كشري كل يوم فانا هاكل عادي جدا، بحبه اكتر من اي اكله تكون غاليه. انا بحب الكشري بشكل مش طبيعي، وهو اكلتي المفضله اولا واخرا. طبعا عايزين نحط حمص بقى ونحط البصل بتاعنا، وبألف هنا وشفا عليكم. عملنا احلى كشري في البيت، مناسب جدا للايام الفاضله من رمضان. انا عملت معاكم الاكلات السريعه البسيطه اللي كنا بنحبها. الاكله اللي بعد كده معانا هتكون الكبد والقوانص. هتلاحظوا ان المنيو فيه شويه اكلات اقتصاديين كمان.
زي الكشري وزي الكبد والقوانص. ولسه لما نكمل كمان هنشوف ايه الباقي. بس عايزه اقولك ان الكبد والقوانص هنا هتعشقيها بالطريقه دي، حلوه جدا 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 بشكل انت مش هتتخيليه ابدا غير لما تجربيها بنفسك. وبدون كلام كتير يلا نشوف الطريقه. مبدئيا كده انا مستخدمه نص كيلو من الكبد والقوانص. اخدت القوانص وبدات انضفها من الحاجات الدهون البيضاء اللي بتكون فيها، غسلتها كويس قوي. طبعا الغسيل في الكبد والقوانص كويس جدا 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 كمان. بدأت اخد كل واحدة من القوانص دي اقطعها على 3 قطع، ولو الحجم عندك اكبر من كده ممكن تقطعي 4 قطع مثلا كل واحدة زي ما انت عايزة. انا هنا كنت مستخدمة نص كيلو بس، تقدري طبعا تضاعفي الكمية زي ما تحبي براحتك يعني على حسب العدد اللي عندك. طاسة عندي على النار نزلت فيها بمعلقتين كبار من الزيت، وبعد ما قطعت الكبد والقوانص او القوانص بس يعني الكبد لسه مش هنستخدمها دلوقتي، هبتدي احطها في الطاسة. الطاسة عندي هتكون سخنة جدا، هسيبها تتشوح زي ما انتم شايفين كده بدأت تتشوح. بتطلع طبعا نسبة مية بسيطة كده لان هي ما كانتش اتصفت معايا كويس. هسيبها تتشوح لحد ما تغير لونها تماما، تتحول للون الذهبي الغامق زي ما انتم شايفين كده بالظبط. على نار هاديه اتشوحت، لونها بقى ذهبي غامق تمام جدا، انا عايزه كده. هبتدي اضيف بقى نص كوبايه من الميه. طبعا كميه الميه هتحدد على حسب الكميه اللي عندي، يعني لو عندي مثلا القوانص اكتر من كده لا اضيفوا كوبايه ميه. هسيبها بقى على نار متوسطه لحد ما تشرب الميه تماما. هعمل ايه بعد كده؟ شربت الميه هكون مجهزه عندي الكبد والقلوب. كل الكبده بقطعها على قطعتين بس لان الكبد بتستوي بسرعه انا مش محتاجه، والقلب هو كمان على قطعتين وشكرا. تمام. هبتدي بقى اخدهم كده، وطبعا انا غسلاهم في الاول كويس جدا. هشوح الكبد مع القوانص لحد ما تبتدي لون الكبده يتغير. انزلي بقى ببصلتين كبار متقطعين جوليان، ولو عايزه تكتري في البصل خير وبركه مفيش مشكله. قلبنا البصل كويس تمام كده. البصل عندي بدأ يدبل. هعمل ايه؟ هضيف كمان شويه من الفلفل، فلفل رومي، فلفل حامي زي ما تحبي. تمام، زي ما تحبي اللي انت عايزاه. هنا ضفت فلفل رومي في الاول كده، وهضيف برضو فلفل حامي مش هعتقها يعني. هضيف كمان كام يعني كام واحده كده من الفلفل الحامي، بس انا بقطعه كبير كده علشان يبقى متشاف بالعين، عشان اللي مش حابب ياكل يعني سبايسي يقدر يشيله. قلبت كويس كده، خلاص نسيبها بقى على نار هاديه كده مع نفسها. قبل ما نسيبها هنحط لها التوابل اللي هي البابريكا والكزبره والكمون والفلفل الاسود والملح. خلاص. عايزه اقول لك اصلا كميه البهارات اللي احنا حطيناها او البهارات اللي احنا حطيناها دي هتخليها في حته تانية. تعالوا بينا نحضر طشه جميله كده. كام فص من الثوم، حوالي 8 9، ومعاهم قرنين من الفلفل الحامي. هطحنهم كويس قوي. وتعالوا بينا بقى في طاسه عندي فيها معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، وهنزل بالخلطه دي. يعني يفضل ان الطحنه بتاعه الثوم والفلفل ما تكونش ناعمه قوي، يعني نسيبها خشنه شويه علشان تديني ريحه اقوى كده وطعم احلى. هقلبها كويس في الخلطة دي أو في المادة الدهنية اللي حطيتها. هسيب الريحة بتاعتها تطلع كده يعني حوالي 5 دقايق بالكتير، هتكون الخلطة بتاعتي جاهزة. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد الخلطة أو الطشة الحلوة دي واروح على طاسة الكبدة. أنا حطيتها وللأسف الجزء ده متصورش. هنزل بيها على الكبدة على طول وابتدي أقلب كده بقى كله مع بعضه حوالي دقيقتين 3 على النار. خلاص كده الكبدة عندي جاهزة. أظن مفيش أحلى ولا أسهل ولا أبسط من كده. بصوا بقى، يعني تاكلوها بالعيش، تاكلوها بالرز، تاكلوها بالمكرونه، تاكلوها حاف يا جماعه والله بجد. محدش يصدق اصلا ان هي كبد وقوانص. الكل هيشوفها كبده وكبده بلدي، طعم وريحه في منتهى الروعه والجمال بجد. هي اكله اقتصاديه من الاكلات الحلوه جدا 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 اللي طعمها احلى من 1000 اكله بتتكلف بجد والله يا جماعه. يعني انا من الناس اللي ما كانتش بتحب الكبد والقوانص ابدا، من بعد ما جربت الوصفه دي انا بقيت بحبها او بعشقها تقريبا. وطبعا كلنا عارفين ان هي سعرها اقل من سعر الفراخ من سعر البانيه، فاحنا بنحاول نعمل حاجات كده سعرها اقل شويه وكمان تكون مميزه. انا بحب دايما في الاكلات الاقتصاديه تكون طعمها احلى من الاكلات اللي بتتكلف. وبس كده يلا بينا بقى على الفطار اللي بعده، وهو برضو سهل وبسيط وسندوتشات. طاسة الكبدة، ودي كبدة عربيات الشارع اللي بتجيب آخر الشارع بجد من ريحتها. عايزة أقول لكم إن المنيو النهاردة فيه 3 أنواع من الكبدة، كبد والقوانص وطاسة الكبدة دي. وتعالوا نشوف اللي بعد كده هيكون إيه. خلوني بس إيه نكمل الوصفة دي، وبعد كده إيه كملوا معايا الفيديو هتشوفوا إن شاء الله الوصفة. تتبيلة بقى من أروع ما يكون. هي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، عليها معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكمون. إيه اللي هعمله كله؟ إن أنا همسك الخلطة دي
ادمجها مع بعض كويس جدا جدا واخليها عجينه، يعني كلها حاجه واحده كده. بس كده. يلا بينا بقى على البوتاجاز على طول، طاسه على النار، هحط فيها كميه من الزيت حوالي معلقتين 3، وكمان عندي كام قطعه من اللية هنا انا مش عايزاها تسيح دلوقتي، ولكن انا عايزاها تفضل شغاله معايا مغذيه معايا الطاسه. تمام. تمام. كل اللي انا هعمله ان بس احس ان الطاسه سخنت كده واللي بدات معايا تسيح بسيط، وهبتدي بعد كده بقى انزل بالخلطه الجباره اللي انا عملتها. الخلطه دي بس كده من ريحتها اول ما تنزل على الزيت هتشموا الريحه دي، هتعرفوا قد ايه الكبده هتبقى روعه. هبتدي اقلب الخلطه دي كويس قوي لحد كده ما ابتدي اشم ريحتها، وزي ما قلت لكم المطلوب هنا مش ان اللي هي تسيح في الاول، ولكن هتبدا مغذيه معايا الطاسه كده وشغاله على طول. بعد كده بقى لما الريحه عندي كده تملى المكان، هبتدي انزل بمعلقتين كبار من الخل وهقلب. هكون عندي مجهزه الكبده مقطعاها قطع صغيره مكعبات صغيره، ولو معاكي قلب في الكبده اتعاملي معاه بنفس الطريقه. تمام. انا هنا مستخدمه حوالي كيلو من الكبده. هحطها بقى في الخلطه الحلوه دي وابتدي اقلب كده لحد ما لون الكبده عندي يغير. الكبده عندي ما بتاخدش وقت على النار، الكبده اصلا من الحاجات ما بتحبش النار كتير. كل ما بزود عليها النار كل ما بتديني نتيجه اسوأ، بتشد وتبقى طعمها مش لطيف ابدا. طب سبتها قد ايه؟ يعني ربع ساعه كده مع التقليب حلو قوي. قلبتها لونها كله اتغير، نزلت بطماطميه واحده متقطعه مكعبات، ما تستغربوش منها، هي مش هتبان في الطعم بس بتحول الطعم لحته تانية بجد. قلبتها وبعد كده نزلت بكمية الفلفل. تقدري تحطي فلفل حامي، تقدري تحطي فلفل عادي. هقلب كويس جدا بقى الفلفل كده مع الكبدة، يعني حوالي دقيقتين 3 وهطفي عليهم. انا من الناس اللي ما بتحبش ابدا الفلفل يستوي ويبقى طري، بحبه دايما يبقى مقرمش كده ماسك نفسه كده، بيبقى طعمه احلى على فكرة يا جماعة، مش شكلا بس لا كمان طعما على فكرة. آه، عايزه بقى تاكلي بعيش فينو، تاكلي بعيش بلدي، تاكليها مع رز مع مكرونه يعني اللي يعجبك. ولكن انا شايفه ان دي سندوتشات العربيه اللي بنشتريها من الشارع وبنقف عليها بالطوابير، فهي مش عايزه غير العيش البلدي وشويه من الطحينه وكام قرن فلفل كده حامين جنبهم، وبألف هنا وشفا. الوصفه بقى اللي معانا بعد كده وصفه بسيطه وسهله، لو عندك كده حتتين لحمه مش عارفه تعمليهم ايه، هاتيهم وتعالي. مقلقلة اللحم دي من احلى الوصفات اللي بحبها، سريعه كده، تحسوا ان هي يعني ايه، وصفة تقليدية، بسيطة سهلة. كل اللي انا هعمله في صينية عندي على البوتاجاز هنزل بمعلقتين كبار من السمنة، وانا عندي هنا نص كيلو من اللحمة، قطعته قطع صغيرة جدا وبدأت انزل بيه اول ما الطاسة عندي او الصينية عندي سخنت. نقدر نعملها بقد ايه كمية من اللحمة يا جماعة؟ والله دايما بقول لكم اي وصفة عايزين تعملوها، لو عندي حتة لحمة واحدة اقدر اعملها بيها، تربطوش نفسكم ابدا بكمية، خليكم في اللي عندكم ودايما ربنا بيبارك. ربع كيلو لحمة، حتتين لحمة، يعني افرض ان احنا فردين بس، فعادي جدا اقدر اعمل الكمية اللي تكفيني مش اكتر، وربنا زي ما قلت لكم بيبارك في كل حاجة. هسيب اللحمة كده لحد ما لونها يبتدي يغير، وبعد كده هبتدي اديها تقليبة، ما اخدتش معايا هنا وقت كبير، 10 دقايق وكانت اللحمة كلها متحمرة وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. هيكون عندي بعد كده بصلاية او بصلتين متقطعين مكعبات صغيرة، بنزل بيهم على اللحمة زي ما قلت لكم، هي بسيطة وتقليدية جدا ما فيهاش اي افتكاسات يعني، ولا فيها حاجة متعقدة، ولكن طعمها حلو جدا. يعني هي اسمها مقلل اللحمة لأن هي أكلة يمنية، بس احنا نقدر نسميها يخني، أنا شايفاها يخني اللحمة قوي. تمام. نزلت كمان عليها بالفلفل، وتقدري تحطي الفلفل اللي انت عايزاه، النوع يعني اذا كان فلفل رومي او فلفل حامي، والكميه كمان اللي تحبيها. هقلب الفلفل والبصل كده شويه مع بعض، وهنزل كمان او هنزل بطماطميتين كمان متقطعين مكعبات، ما تكتروش قوي في الطماطم، يعني كفايه طماطميتين. تمام كده. هقلب كويس كده لحد ما احس ان كله اندمج مع بعضه، ولكن مش هيدبل قوي، زي ما قلت لكم كده مش عايزاه يدبل قوي. هبتدي بعد كده بقى احط عندي التوابل اللي هي بسيطة جدا، عبارة عن فلفل اسود وكمان شوية من الملح. وطبعا ده الملح ده مش هحطه دلوقتي الا لما اللحمة عندي تستوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي بقى اشرب الصينية اللي عندي دي كده بحوالي كوباية من المية. طبعا المية هنا المغلية بتزيد لما اكون مزودة كمية اللحمة او العكس. تمام. يبقى انا بحط المية كده زي ما انتم شايفين تكون مغطية كده بسيط جدا من اللحمة. تيجي بعد كده كمان اغطي عليها بورق الفويل، اكمرها كويس جدا يا جماعه، ورقتين ولا حاجه، اكمر الصينيه كويس جدا، اهدي عليها النار، اسيبها تستوي على نار هاديه، يعني ممكن نص ساعه تكون استوت. ليه نص ساعه تكون استوت؟ اولا لان حجم اللحمه صغير جدا،
قطعناها مكعبات صغيره. ثانيا احنا قعدنا مثلا حوالي آه، آه، نص ساعه او ربع ساعه مثلا بنسوي فيها قبل، بنحمر وبنحط الخضار والتوابل وهكذا، فطبيعي هتكون استوت معايا. ده غير ان اللحمه لما بتكون صغيره قوي بتساعد على السوا بدري بدري. حطيت كمان الملح بتاعها وظبطتها وخلاص كده. انا من الناس اللي بحب اكل الاكله دي جدا بالرقاق الطري، بيبقى طعمها حلو جدا جدا يا جماعه. معاها شويه بقدونس كده، الله على الجمال. تقدروا تعملوا جنبيها شويه رز ابيض لو حابين تاكلوها بالرز، مش حابين تاكلوها زي بالرقاق. بس بجد جربوها بالرقاق الطري وانتوا بجد هتدعوا لي ومش هتندموا. دعوه حلوه ان شاء الله على الفطار. يلا بينا بقى على اخر وصفه في منيو النهارده. قلت لكم ان وصفات الكبده مسيطره جدا على المنيو النهارده. اخر وصفه هتكون وصفه الكبده البانيه اللي كلنا بنحب نشتريها من بره، بس بنخاف. او الكبده بالرده، ليه؟ الطبقه الخارجيه دايما بتفك، سوى الكبده مبقاش مظبوط. تعالي معايا وان شاء الله نحل كل المشاكل دي في الفيديو. اولا كده انا عندي كميه الكبده اللي عندي ايا كان يا جماعه. انا عندي هنا نص كيلو، هقطعه شرايح متوسطه الحجم. بقطعها ازاي شرايح متوسطه الحجم؟ بجمدها في الفريزر وبعد كده بقطعها. طيب لو انا هشتريها من عند الجزار ومش قادره اقطعها، اقول له قطعها لي شرايح متوسطه الحجم. تمام. تعالوا نشوف التتبيله البسيطه بقى. معلقتين من الليمون وكمان معاهم معلقتين من الخل، معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، فلفل اسود، وشويه من الملح، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر. بس كده. مفيش ابسط اظن ولا اسهل من كده. كل اللي انا هعمله هبتدي اقلب الكبده كويس قوي في التتبيله الحلوه قوي دي. تمام تمام. هعمل ايه بعد كده بقى؟ خلاص الكبده عندي اتبلت تمام كده. انا ما بقعدش عندي الكبده في التتبيله كتير يا جماعه. يعني عبال ما احضر الطبقه الخارجيه هبتدي اشتغل. الطبقه الخارجيه اللي هي هتكون عباره عن كوبايه من الرده الناعمه، ومعاها نص كوبايه من الدقيق ونص كوبايه من النشا. يبقى كل كوبايه من الرده معاها نص دقيق ونص نشا، نشا الذره العاديه جدا. تمام. هبتدي اقلب كل ده بقى مع بعضه كويس جدا، وبكده هتكون الطبقة الخارجية عندي جاهزة. كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي اخد شرايح الكبدة اللي تبلتها التتبيلة البسيطة السهلة دي، وهبدأ احطها في التتبيلة الخارجية. وعايزة اقول لكم ان بضغط كويس قوي عليها وهي في التتبيلة الخارجية، علشان تكون كده الطبقة عليها ماسكة من كل ناحية وزي الفل معايا. هخلص الكمية كلها. وعايزة اقول لكم ان التسوية هنا عليها عامل مهم جدا. خليكم معايا لحد ما نشوف هنسوي الكبدة دي ازاي، علشان الطبقة الخارجية ما تفكش، الكبدة تطلع معايا طرية ومش بتشد، يعني مش ناشفة. خلاص تمام كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما خلصنا كمية الكبدة كلها. طاسة عندي على النار فيها كمية زيت معقولة، مش غزيرة يعني، متوسطة. هبتدي اخد الكبدة عندي وانزل بيها في الزيت. طب هنزل بيها امتى في الزيت؟ لما الزيت يسخن جدا. الزيت عندي هنا ما كانش سخن بالطريقة المطلوبة فسيبته شوية وبعد كده نزلت بالقطع الباقية. ده من اهم عوامل نجاح الكبده، وان هي الطبقه الخارجيه ما تفكش، ان الزيت يبقى سخن جدا. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بهدي النار على الزيت علشان اقدر اسويها، لاني انا لو سبت النار عاليه هتاخد لون من بره ويمكن كمان تتحرق معايا وهي من جوه لسه ما استوتش. طيب قد ايه باخد في الكبده؟ يعني طاسه الكبده الواحده باخد فيها حوالي 7 دقايق بالكتير قوي. دقيقتين 3 على الوش ده ودقيقتين 3 على الوش ده، حلو جدا جدا. هبقى مرضيه جدا بالنتيجه. هتكون اخدت اللون الذهبي الغامق من بره ومن جوه مستويه 100% يا جماعه. ليه بقى؟ الكبده عندي مش عايزه نار كتير، ما تشدش من جوه وما تنشفش. هنطلعها برضو على شبكة زي ما اتفقنا مع بعض، وهنحافظ على الطبقة الخارجية بتقرمش وجميلة، ومن جوه كده هنلاقي الكبدة طرية جدا وفي منتهى الجمال. وكمان هتكون مستوية، يعني مش هتكون طرية وهي مش مستوية، لا هتكون مستوية. هبتدي بعد كده بقى اكمل كمية الكبدة عندي، وده طبعا على حسب حجم الطاسة اللي عندي. وبس كده. زي ما انتوا شفتوا هي بسيطة وسهلة. ناكلها بقى بالعيش ومعاها سلطات كده والطحينة، وبألف هنا وشفا عليكم. فطار خفيف بسيط سهل سريع. وزي ما قلت لكم اتعمدت في منيو النهارده نعمل الحاجات البسيطه والسريعه السهله اللي ما تاخدش معانا وقت، علشان طبعا وقتنا كله ضيق. وكل سنه وانتم طيبين وبألف خير. كالعاده هطلب منكم تقولوا لي ايه اكتر وصفه عجبتكم في منيو النهارده، وايه الوصفات اللي حابين اعملها لكم ان شاء الله في الايام الجايه دي قبل العيد وتكمل معانا العيد ان شاء الله. لو حابين تشوفوا كل وصفه في التفصيل لوحدها هتلاقوها على قناتي الاولى يوميات ليلى، ان شاء الله تعجبكم. شرفني دايما اشتراككم في القناه وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديده. وكل سنه وانتم طيبين وبألف خير.